شفتوه زي ما انا كده انبسطت واشرقبت عنقي. وبقول لكم ايه، نيلي نموذج من ضمن نماذج موجوده عندنا، ما بتعبرش عن طبقه ولا بتعبر عن جيل، لكن هي بتعبر عن ناس موجوده في حياتنا في ايام سودة، ايام غبره الحقيقه. سعيده ايام غبره. هو انت بتتريق؟ واضح ان انت ما فهمتش الفيديو كليب. انا ما فهمتش. انت ما فهمتش، بس انا متاكده ان التارجت اودينس بتوعي فهموا انا عايزه اقول ايه. يعني انت شايفه ان الفئات المستهدفه اللي انت بتعبري عنها او اللي انت بتدافعي عنها عبرتي عنها مظبوط جوه الكليب ده؟ رقص، ضحك، هزار يعني. انا قعدت اذاكر كل الاغاني الشعبيه بتاعتهم، لقيت ان هما بيقعدوا دوخينا يا دنيا ولو لعبت يا زهر وتبدلت الحاجات وحلاوه، وهم قاعدين يرقصوا وكده. فانت قدمت لهم الفن اللي هم بيتفرجوا عليه وبيسمعوه وبيستمتعوا بيه. ايوه بالظبط. وفي نفس الوقت جواها بقى الرساله بتاعت المبادره. بالظبط. جبت لهم مطرب شعبي هما بيحبوه جدا، عملت لهم اغنيه كلها وجع والم وفيها رقص زي بنرقص. ايوه شغالين بالظبط. وجبت فقراء كتير قوي يتفرجوا. انت مش فاهم كانوا مبسوطين بالشو ده ازاي. عملت لهم شو. انت عايزه تبقي مطربه صح او نجم خالص يعني؟ خالص I don't need to اصلا. طب انا بس عندي سؤال، ايه علاقه عبد الباسط بيتعمل له مساج وانت بتعملي ايديكي بمعاناه الفقراء؟ ما فهمتش. انت عارف في كام نوع مساج؟ في نوع اسمه تاي مساج، ده بيوجع الجسم جدا. ايوه طبعا، فدي معاناه. في معاناه تانية انه مثلا لو بنت مثلا بتلبس هيلز كتير وحد بيعمل لها ريفلكسولوجي او عندها مشكله في اي حاجه وبتغير زغزغه افكت دي. ايوه دلع. لو هي بتغير من رجلها، طب دي تعمل ايه؟ مش دي معاناه؟ بعضها ازاي؟ بالظبط. ما لازم نبقى منطقيين. بالظبط، دي معاناه. انت عارف انا بقعد اكتر من ساعه قدام الوان المانيكير عشان اختار اللون اللي هيليق على لبسي النهارده. لا انت كده ممكن ضوافرك تنمل. انت بتهزري ولا ايه؟ طب اقول لك حاجه يا جو. ايه؟ انت عارف ان انا ضوافري بتتقشر لما بعمل اكريليك؟ لا ما تقوليش كده. والله العظيم بتتقشر. ايه ده؟ طب وبعدين بتعملي ايه في الموضوع ده؟ يعني بيكون في حاجه بتعالجه بس it takes long time. خلي بالك ده مش بره موضوع البرنامج، لانه مهم لازم نطمن. يعني ترجع زي الاول ولا خلاص كده؟ لا يعني بترجع شويه، بس بقولك بتاخد وقت طويل يعني. لا ربنا يستر بصراحه، ربنا يكون معاكي حقيقي. شكرا. فانا عايزه اقولك انه بجد in this life كلنا كل الطبقات بتعاني. ده مما لا شك فيه. طب انا هستاذنك لو سمحت يا نيلي، احنا عايزين ناخد تليفونات بعد اذنك. ناخد معانا اول تليفون منال البهتيمي، الناشطه والباحثه الحقوقيه في مركز اليعثوب الحر. اهلا بيك يا منال. مساء الخير يا استاذ يوسف، ازاي حضرتك؟ الحمد لله كله تمام. منال قولي لي ايه رايك في مبادره الفقير وانا اللي عاملاها نيلي مكاوي، والكليب اللي احنا عرضناه ليها هي وعبد الباسط حموده، يعني في اطار خدمه المبادره يعني. ده شيء مخزي ومخزل واقصى درجات الاهانه والاستهانه بعقولنا وعقول الشعب المصري اللي نزل في 25 يناير علشان يقول لا للنماذج دي من البرجوازيه العليا. بس للأسف كل شيء حوالينا بينبئ بمستقبل موحش هيرجعنا لعصور الظلام الدامس. سوري معلش انا ما فهمتش، هي كده مبسوطه ولا متضايقه؟ دي مزقططه، هسألها لك. منال، نيلي عايزه تتاكد ان انت مبسوطه من اللي شفتيه الحقيقه. مبسوطه؟ طبعا. ما هو امثال الاستاذه من القرده والنسانيس هم اللي من غير شتيمه يا منال، ومش عايزين نغلط في الضيفه لو سمحت. لا 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 لا، انت اوفر قوي، احترمي نفسك. انت شايفاني مش محترمه ليه؟ شايفاني ممسوكه بوس ولا كبس؟ بوس ولا كبس يا استاذ يوسف؟ يا جماعه بوس ولا كبس ده ايه؟ انا مش عارف يعني ايه بوس ولا كبس بصراحه. شكرا جدا يا منال. على اي حال معانا تليفون تاني، عم عيسى بيكلمنا من مطاي. ازيك يا عم عيسى؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا استاذ يوسف ده؟ يعني انت سايب اللي بيحصل في البلد وجايب لنا الكلام الفاضي ده؟ ما هو بص يا عم عيسى، في النهايه خالص ده جزء من اللي بيحصل في البلد، ودي نماذج موجوده في وسطنا يا عم عيسى. معلش انا همشي. مفيش حاجه اسمها تمشي. نهدى نسمع بس المتصل لحد الاخر يا عم عيسى. تاني، دي نماذج موجوده وسطنا ولازم نتعامل معاها ولازم نعرض الناس دول ونشوف بيقولوا ايه. دي نماذج مقرفه يا استاذ يوسف. I'm sorry I have to leave. لو سمحتي نيلي، ما فيش حد هيمشي. انا هستأذنك نهدى كده، هناخد فاصل. لازم نتعود ان احنا نستحمل اراء المشاهدين، اكيد هيبقى في مع اكيد في ضد. لو سمحتي. شكرا جدا ليك يا عم عيسى. استأذنكم نطلع لفاصل ونكمل الكلام. تعم بشك. كل يا اخويا بالهنا والشفا. لا كفايه كده يا صباح. كفايه ده ايه؟ ده انت بقالك نص ساعه في الطبق التاني بس. ايوه، ما انا ما بقدرش غير على طبق واحد بس.
الطبق التاني عمره ما كملته. ما تكسفنيش بقى. صدقيني وحياتك عندي وحياة أمي مش هقدر، لو كلت معلقة تانية ممكن أموت. بعد الشر عليك. طب ده أنا كان يجرالي حاجة. بجد يا صباح؟ بجد. أصل أنت ما تعرفش غلاوتك عندي قد إيه يا سي عبد الله. صباح أنا أنت إيه يا أخوي؟ أنا قلبي ماله قلب؟ هيقف. من الفرحة؟ لا، من القشطة. مالك يا سي عبد الله؟ أنا؟ لا، أنا زي الفل. الحقوني يا ناس، الحقوني، الراجل هيفيص مني. ماله الأستاذ؟ ماله؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. زي ما احنا موجودين معاكم دلوقتي بعد الفاصل، كم التليفونات اللي دخلت على الكنترول غير طبيعي، مش متخيل. الحقيقه ناس كتير جدا عايزه تتكلم في موضوع المبادره والكليب اللي شافوه. احنا معانا على تليفون الحاجه ام فاروق، الحقيقه هي واحده من غلابه وفقراء هذا الوطن اللي المفترض ان بتتكلم عنهم نيلي. بالمناسبه الحاجه ام فاروق شاركت في الكليب ده. ازيك يا حاجه؟ ايوه يا استاذ يوسف، انا بكلم حضرتك عشان تجيب لي حقي. خير يا حاجه؟ ايه؟ مين اللي خد حقك؟ ايه اللي حصل؟ البنت اللي قاعده جنبك دي كانت متفقه معانا على حاجه، واللي حصل حاجه تانية خالص. كنا بنصور مع عادل امام جنبكم في البليوتو، وجم خدونا واتفقوا معانا وقالوا لنا هيجيبوا لنا في البريك وجبه كنتاكي 3 قطع وريزو، وفي الاخر يجيبوا لنا 70 كفته مقددين، ولا طحينه ولا بابا ولا خضره، وعايزين يحاسبونا كمان على نص يوم. يرضي مين ده يا استاذ يوسف؟ على فكره انت جايبه كومبارسات؟ لا، المكالمات دي فيك، المكالمات دي كلها من جوه من عندك في الكنترول. كنترول مين وفيك مين؟ انت جايبه كم ناس غير طبيعي مالوا القناه ومالوا الكنترول، احنا ما كناش عارفين نمشي بره. اوكي، يبقى انا عرفت مين اللي عامل المكالمات دي، واحب اقول لها يا جيسي انت عمرك ما هتكوني انجح مني، وحسابنا في النادي. امال فين الاسعاف؟ الراجل هيفيص مني. ما تلاقيش يا ست صباح، الإسعاف على وصول. ده ايه الحظ الدكر ده يا ربي؟ ايه ده؟ دي البت نيلي. يا لهوي. بقول لك ايه، هات الريموت وعلي التلفزيون ده. تلفزيون ايه دلوقتي؟ الراجل بيموت، احنا في ايه ولا في ايه؟ وانت مالك يموت ولا يروح في 60 داهية؟ هو من بقية اهلك. اسمع الكلام. حاضر. يا نيلي ما ينفعش نتكلم مع المشاهد كده، قلنا 100 مره. لا لا معلش، انا عايزه اعرف ايه اللي مش عاجبك بقى انت كمان. انت كلك على بعضك كده مش عجباني. طب بتتفرجي عليا ليه؟ روحي اقلبي القناه، روحي اتفرجي على وائل ابراشي ولا عمرو اديب ولا منى الشاذلي. ما تتفرج على مين؟ هي تتفرج على برنامجنا والقناه بتاعتنا. طب اقول لك حاجه، روحي بقى اتعلمي برنامج طبخ كده، شوفي بيعملوا ازاي كريم كراميل واعملي لاطفالك بقى تسلي. ده يعني الحقيقه مدام منى معلش احنا اسفين جدا 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 على طريقه الكلام. نيلي لازم تهدي اعصابك اكتر من كده وتستحملي الناس لو سمحتي. شكرا جدا ليكي مدام منى. احنا معانا تليفون تاني من الست صباح بتكلمينا من بنتي يا نيلي، الحقيني. انت مين؟ انا خالتك صباح يا بنت، الحقيني ابوكي بيفيص مني. بابي ماله؟ تعبان؟ يا اختي هو ده وقته؟ الاسعاف هتيجي وهاخده على الفرنساوي. ابقي حصليني انت بقى على هناك. هو تعبان قوي كده هتسفروه فرنسا؟ لا 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 مش فرنسا ولا حاجه. الفرنساوي ده القصر العيني الفرنساوي، ده موجود جنب جاردن سيتي كده لو ليكي اصحاب هناك. طب انا مش عارفه، ممكن تبقى تبعت لي لوكيشن على الواتساب؟ هبعت لك اللوكيشن وهنبعت معاكي حد بالعربيه يوصلك ونطمن على باباكي ان شاء الله كل حاجه تبقى خير. طبعا احنا اكيد طبعا بنعتذر واكيد قلبنا مع نيلي ومع والدها وان شاء الله هنطمن عليها. نستاذنكم احنا فعلا لازم نختم الحلقه دلوقتي ونتقابل بكره في نفس الميعاد ان شاء الله. يا خيبتك يا صباح، يا حظك الاسود يا شرهان، يا حظك المهبب يا صباح. جت الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. طارت الشغلانه ام 5000 جنيه، المنحوس منحوس، ولو علقوا على راسه فانوس. بابي فين؟ انتوا عملتوا فيه ايه؟ اهدي يا نيلي، باباكي كويس موجود جوه مع الدكتور. انت بتتكلمي ليه اصلا؟ مش كفايه اللي حصل بسببكم؟ مش انت اللي بتسالي؟ انا هوديكوا في داهيه انتوا الاثنين، هحبسكوا. بقول لك ايه يا بنت انت، انا مش عايزه اغلط فيكي عشان خاطر الراجل اللي مرمي جوه، بس انا ممكن ارسلك راس ولا ورق الخس.
خالتي احنا في المستشفى مش هينفع نرص هنا. لا معلش لو سمحتي سيبيها. لو انت قد كلمتك فعلا اتفضلي رصي لي دلوقتي.